صباح الخير. خلونا النهارده شويه نتكلم عن الاداره وعن غلطه بيقع فيها معظم ادارات الشركات. خلونا الاول بس ندي مثال وبعدين هنتكلم من المثال دوت. تخيل عندك اداره مسؤوله عن ان هي توصل البضائع للعملاء بتاعتها، فاتحط لها KPI مؤشرات اداء ان احنا علشان كشركه، علشان نحقق التارجت بتاعنا لازم البضائع توصل للعملاء في اسرع وقت. فبالتالي مدير الاداره دوت والسوبرفايزر وصل للسواقين ان السواق اللي هيوصل البضاعه في اسرع وقت هو ده اللي هياخد بونص، هو ده اللي هياخد جايزه. فالسواق كل هدفه ان هو عايز يوصل البضاعه في اسرع وقت. فاكتشفوا حاجه، ان المشكله ان الموضوع ده عمل لهم مشكله، اللي هو ايه؟ السواق حاطط في دماغه ان هو عايز يوصل البضاعه في اسرع وقت، فدايس على العربيه بتاعته، محمل عليها جدا، بيمشي بسرعه جدا، بياخد مطبات، فالعربيات بدات تبوظ. في مخالفات السرعه على السواقين زادت. كمان العملاء بدات تتذمر ان في بعض البضائع بتروح لهم مكسره، لان اساسا السواق دايس وبيجري وبياخد مطبات، فالبضاعه جوه العربيه بتتكسر. فده الموضوع. طريقه الجائزه او طريقه البونص سببت في مشكله تانية. طب المفترض ان السواق كان يتم مكافاته ازاي؟ يقول له لا، انت وصل لي البضاعه في اسرع وقت، لكن برضه لو حافظت لي على العربيه هتاخد بونص، لو حافظت لي على البضاعه اللي جوه العربيه اللي هتاخد بونص، لو العميل اللي انت رايح له سلمت وحصل كاستمر ساتسفاكشن، العميل مبسوط، هتاخد بونص. فهنا الموضوع ما بقاش متعلق بالسرعه بس، لا، متعلق بكذا حاجه. الموضوع ده عامل زي الكوبرا افكت. انتوا معظم الناس عارفه الكوبرا افكت، بس خليني اقوله بسرعه كده برضو عشان هي الكوبرا افكت مرتبطه بنفس الكلام اللي بقول. الكوبرا افكت ده ايام الاحتلال الانجليزي للهند، في مقاطعه من المقاطعات الحاكم الانجليزي كان بيعاني من مشكله ان افاعي الكوبرا منتشره في المنطقه اللي هو فيها ديت، ومش عارف يعمل معاها ايه. فالراجل ببساطه فكر تفكير منطقي، قال لك خلاص، كل فلاح هيقتل لي افعى كوبرا ويجي يسلمها لي انا هديله جايزه. فالفلاحين والسكان المحليين في المنطقه ديت بداوا بالفعل ان هم يقتلوا كوبرا ويروحوا يسلموها وياخدوا الجايزه، والاعداد عماله بتزيد والراجل بيدي جوائز والاعداد بتزيد. فالراجل اكتشف ان الموضوع ما بيخلصش، الاعداد الكوبرا اللي بتموت بتزيد والموضوع ما بيخلص. فاكتشف حاجه، ان فلاحين اذكياء طبعا، عشان ياخدوا جوائز كتير بقوا يعملوا ايه؟ بقوا يربوا افاعي الكوبرا ديت، بعد ما يربوها يموتوها ويروحوا يسلموها علشان ياخدوا جايزه. فالراجل قال لك ايه يا جماعه، دول فاكريني هندي؟ فقال لك مفيش حاجه اسمها كده، ومنع الجايزه ديت. فالفلاحين عندهم كانوا مربيين كوبرا عندهم، فاطلقوا الكوبرا دي في الغابات، والاعداد الكوبرا زادت اكتر من اما كانت في البدايه، فتسببت في مشكله اكبر. طيب الراجل ده لو كان ذكي، الحاكم اللي هو الانجليزي دوت، كان مفترض ان هو يحكم الموضوع، يقول اللي هيجي العيله او الشخص اللي هيسلمني يقتل لي كوبرا، بحد اقصى 2 كوبرا او 3 كوبرا وفقط هياخد جايزه. فعشان كده الراجل ايه، مش هيجيب له بقى 10 و20 و30 كوبرا، لا، هو الشخص بس، هو حدد له بس ان هو لو موت 1 أو 2 بالكتير هياخد جايزه. فهنا ذكاء ان انت ازاي توصف المكافاه اللي انت تديها للناس. خلينا ندي امثله في الواقع بتاعنا في الشركات. المدير اللي بيتم مكافاته بس او بياخد بونص على انه بيحقق ريفينيو فقط، ده بيبقى عنده مشكله. ليه؟ لو الشركه قالت له ان انت عشان تاخد الانسنتيف بتاعك او البونص بتاعك عشان تحقق الارقام دي فقط، الراجل هيحط في دماغه ان هو عايز يحقق ارقام فقط. فهيحققها ازاي؟ هيحققها بكل الوسائل الممكنه وغير الممكنه، الشريفه والغير الشريفه. هيدوس على الموظفين بتوعه، هيحمل عليهم جدا، علشان يحقق نتائج. كمان ممكن يضرب بعض الارقام فهيعمل مشكله. ممكن كمان العملاء مبقوش مبسوطين كمان من الاداء، فالراجل حاطط في دماغه ان هو عايز يحقق ارقام، الارقام دي هتتعمل باي طريقه ممكنه. فهنا بقى عندي مشكله ان انا بكافئ المدير ده على انه بس بيحقق لي ارقام، بغض النظر عن الحاجات تانية. عنده موظفين بدات تستقيل لان هي مش مستحمله تشتغل مع دوت، العملاء بدات تتذمر، وبالتالي في النهايه بعد فتره كمان الريفينيو هيقل، يعني ما حققتش اللي انت عاوزه. فالشركات المظبوطه بقى، او الشركات الناس اللي بتفهم، قالوا لا، انا عشان اكافئ المدير دوت هكافئه على 3 حاجات، او المكافاه بتاعته هتتقسم ما بين 3 حاجات.
ان هو يحقق الريفينيو ويحقق ارباح الاداره، وفي نفس الوقت في كاستمر ساتسفاكشن، لازم العميل يكون مبسوط. وتالت حاجه لازم الموظفين اللي تحت اداره المدير دوت يكونوا مبسوطين، يبقى في برضو في الجو في الاداره دي كويس، وان يحصل فيه ريتنشن للناس، ان الناس ما تستقلش، ان الموظفين بتوعه يقعدوا يحافظ على الاسيتس اللي هي الهيومن ريسورس بتاعته. فقسم المكافاه على 3 حاجات. هنا لازم الكي بي اي تتحط بطريقه مظبوطه علشان ما تعملكش مشكله. بعض الامثله برضو علشان الفكره توضح اكتر. احنا في اداره المشروعات عندنا التريبل كونسترين، كل الناس عارفاه، اللي هي ان انا عشان اجي اسلم مشروع عايز اسلمه في الوقت وبالبادجت او الميزانيه بتاعته وبكواليتي عالي. 3 حاجات. ما ينفعش ان انا اجي اكافئ مدير مشروع ان هو سلم لي المشروع في الميعاد فقط. ما هو لو هو انا هدفي ان هو يسلم المشروع في الميعاد فقط، ما هو ممكن الكواليتي تقل، وممكن كمان ان هو يعملها لي اوفر بادجت، فمش هينفع. فلازم ان انا بكافئ على ال3 حاجات دول مع بعض، وممكن كمان ازود عليهم كمان حاجه رابعه اللي هو الكاستمر ساتسفاكشن، ان هو يسلم المشروع في الميعاد وتحت البادجت وبكواليتي عالي، وكمان العميل يبقى مبسوط. هنا الموضوع هيكون اوقع كمان. بعض الامثله برضو المهمه، لو انا عندي اداره تشغيل وصيانه وبكافئ الناس بتوع التشغيل والصيانه ان هم فقط، لو انا بكافئهم ان هم بيصلحوا الاعطال بسرعه، او ان الاعطال مثلا بيتفتح بعد ساعه واحده بيتقفل، فانا كده بكافئهم. لو انت كافئت وركزت على دي فقط هيبقى عندك مشكله، لان بعد فتره الموظفين دول ممكن يتعمدوا ان هم يعملوا بعض الاعطال علشان يصلحها، علشان يقول ان انا صلحتها. انما لا، انت هنا حضرتك هتقول لهم ان انا هكافئ ان انت بتخلص الاعطال او بتقفل الاعطال بسرعه، بس في نفس الوقت انا برضو هكافئ ان ما يحصلش اعطال خالص. لو ما حصلش اعطال خالص ده نجاح للاداره دي. فعشان كده هنا الموظفين هيفكروا في البريفنتيف مينتننس والبريدكتيف مينتننس والصيانه الوقائيه، هيركزوا ان الاعطال اساسا ما تحصلش. فهنا انا هكافئ الموظفين ان ما حصلش عطل. الموضوع هنا يا جماعه يفرق كتير. فهنا في مقوله في الاداره بتقول you get what you reward. انت تحصل على ما تكافئ عليه. الحاجه اللي انت هتركز عليها هي اللي هترجع لك. ف الكي بي اي وان ازاي تدي بونص مظبوط وتكافئ الناس مظبوط بيأثر بصوره كبيره جدا على الاداء. اوعى ان انت تكافئ على حاجه وتتسبب لك في مشكله تاني. صباحكم جميل.